انا مش هتعقد لوحدي. انا لو اشتريت العربيه دي والله لا اطلعها البيت، بس هنعمل لها اسانسير مخصوص. مساء الفل على الناس الجميله. الاول حابب كده ايه يعني تشوفوا الخلقه دي قبل خلقتي، يعني حاببكم تشوفوها قبل خلقتي. دي اللي هتقول للمايبخ باي باي. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. الاول كده اللي دخل على اللايف مساء الفل، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معانا النهارده يعني نسخه محدوده في العالم من 700 عربيه في العالم كله. دخل منها النهارده نسختين. عدي يا زول، تعالى اتفرجوا معايا، انا مش هتعقد لوحدي. اللي دخل على اللايف يقول لي مساء الفل. احنا قاعدين في واحده من احلى العربيات اللي هتشوفوها في حياتكم. دي افاتار 012 او 012، مش اورنج، لا هي اسمها كده افاتار 012. دي نسخه محدوده ليميتد اديشن، اتصنع منها 700 عربيه في العالم. فاللي دخل يثبت حضور. انا مفيش لايكات ولا عدد شايف اي حد دخل معايا، فلو الصوت واضح والصوره واضحه اخبط اللايك بسرعه الجميل، علشان جايب لك النهارده برضو عربيه اللي نزلت مكان البي واي دي السونج بلس. فاحنا دلوقتي مش هنبدا الا لما الناس تخش تقول لي ايه، خش يا عم توني الصوت حلو والصوره حلوه، نقفل ونعيد تاني ولا ايه؟ انا مش شايف اي حاجه. فلو الصوت واضح والصوره واضحه مش هوصيك يا ابو الصحاب. دوس هنا، دوس هنا كده. طيب ديفيد بيقول لي كل الدعم، بس انا مش شايف صوت. لو الصوت واضح والصوره حلوه قول لي اخش بسرعه. تعالى اوريك حاجه يعني انت هتتمتع. ممكن نقول احنا غلبنا دول الخليج ما شاء الله. يعني العربيه دي نزل منها من تقريبا من فتره من واحده في مصر، ودلوقتي موجود منها 2 في مصر. دول 3 عربيات موجودين في مصر من ضمن ال 700 نسخه في العالم. اتفرج يا ابو الصحاب، بس اتفرج عشان بس الناس تقول لك العربيات الكهرباء فاشله. اتفرج بس قبل ما اقول لك بس المواصفات. لو الصوت واضح حبيبي، الله يا استاذ هاني، والله يا باشا انت الراجل جميل وزي الفل. انا مش شايف كام واحد على اللايف بصراحه. يلا يا باشا الصوت واضح. طيب ايه رايكم الاول؟ احنا كنا صورنا قبل كده الافاتار 12 او الافاتار 12، نزل منها نسخه اسمها افاتار 12 او افاتار 02. دي اتعملت 700 نسخه في العالم. انت عايز تعدي يا زول؟ عدي ماشي، تسلم ايديك. اتنزل منها 700 نسخه في العالم. صورت لكم العربيه دي في الصين لما كنا في معرض شنغهاي. النسخه دي اسمها كيم جونز. كيم جونز ده مين؟ ده مصمم بريطاني اللي صمم او اللي كان بيصمم لديور وبيصمم لفيندي ولوي فيتو والحاجات دي كلها. الصينيين عملوا ايه بقى بالصحاب؟ الصينيين قالوا تعالى خد يا واد يا كيم، خد فلوس وصمم لنا عربيه نعمل بيها لقطه في العالم كله، وهخليهم لك 700 عربيه في العالم كله. طيب العربيه دي صممها طبعا كيم جونز، بصمات طبعا كيم جونز هتلاقيها في كل حته زي ما انت شايف كده في الباب ومنوره. العربيه دي نسخه فخمه جدا من هي النسخه طبعا الافاتار 12، بس طبعا هنا بقى كل ده جلد نباتي معالج. هم قايلين كده لما رحت صورتها لك في الصين. انت عندك شاشه هنا بتوصل لمتر و10 سنتي، الشاشات دي كلها تمام. سوري انا اسف، 35 بوصه و4 من 10، وعندك شاشه تحت 15 و6 من 10 انش، وعندك شاشه خلفيه 16 بوصه. الشاشه الواحد من 10 انش دي في الشاومي ماكس. طيب احنا دلوقتي هصور لكم برضو عربيه تانية السي ليون. احنا النهارده في معرض فورماتيك. انا بحب بقى ايه الناس اللي بتحب تجيب اللقطات. معرض فورماتيك اللي هو في عباس العقاد، عشان في كذا فورماتيك. عباس العقاد اللي هو جنب السي اي بي على عباس العقاد نفسه. تعالى متع نظرك اللي راح تجيب مايبخ ب 12 مليون جنيه ولا ب 10 مليون جنيه. اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه. شايف؟ طيب العربيه دي بتنزل اللون بتاعها بتنزل اسمه سيلفر ليكويد. هو اللون بتاعها كده، الصينيين قالين كده. بتنزل بجلد طبعا كله نباتي اسمه تند، والالكانتارا اسمه فيجيتيبل. تمام. العربيه طبعا اللي عملها كيم جونز. هديك نظره سريعه برضو كده عن العربيه. طبعا النظام الدفع فيها تطوروا فيه، لان الافاتر عموما بتنزل تعاون قوي ما بين شانجان وكاتل وهواوي، لكن هواوي ما عملتش السوفت وير في العربيه، بس الهواوي تفوقت في العربيه دي وعملت نظام الدفع بتاعها اسمه دول موتور. هواوي اسمها درايف 1. ده النسخه، ده الدرايف او المواتير اللي معموله في العربيه دي. فهواوي اللي عملت المواتير بتاعتها. بصوا بقى كده معايا، بطاريه طبعا من كاتل. بصوا هنا بقى دي الشاشه. طبعا انا مش هطلع قدام تاني
انا العربيه دي لازم اقعد يعني هجيب سواق، يعني هشتري اجيب سواق وبنص ثمن المايبخ. شايفين؟ بصوا هنا طبعا دي شاشه عشان تقدر تتحكم في الكراسي اللي قدامك والحاجات الكتير دي كلها. تمام. وعندك هنا شاحن وايرلس، وعندك هنا تلاجة. يا الله، انا صورتها في الصين بس الفيديوهات بتاعتها معانا يعني. ايه رايكم يا جماعه؟ احنا فين من الناس دي؟ احنا فين من الناس اللي بتقول لك الصيني فاشل؟ احنا فين؟ بصوا السقف هنا فيه نجوم ازاي؟ شايفين؟ شايفين؟ طبعا ده كله بيغير الوان، موف، فوشيا، حسب بقى انت الالوان بتاعتك. شايفين احنا فين يا جماعه؟ شايفين؟ احنا مش عايشين، بس الحمد لله طبعا احنا فيه. هنا عندك كونسوله. تعالى بس هوديك بقى ايه. العربيه دي طولها 5 متر و20 سم. اتفرج. بتنزل طبعا بجنط زي ما انتم شايفين كده، جنط هو يعني نقدر نقول تفوق على شكل المايبخ. شايفين المنظر؟ جنط 22. تنزل بشنطه. طول العربيه 5 متر و20 سم برضه الاول عشان ما انساش. العرض بتاعها متر 92 سم، متر 99 سم. ارتفاع من الارض متر 45 مع قاعده عجلات 3 متر. طبعا مش عارف اقول لكم يا جماعه، انا مش عارف. شايفين الجمال؟ طبعا هنا في مرايه في النص، دي بقتش مرايه بقت كاميرا. افتح لكم الكبوت، بصمات افاتر في كل حته. هنا مفيش طبعا مرايه، هنا بقى في كاميرا زي الافاتر ال 12. عندك شاشه هنا اللي انا نزلت فيديو عليها، الشاشه قال لك الناس الشاشه هتتكسر، مش عارف ايه اللي هيسيب الطوبه تيجي في الشاشه دي. احنا كده بنحب نقول اي حاجه. عندك هنا مساحه تخزين 44 لتر. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ ادي يا جماعه الصين اشترت مصممين العالم كلهم علشان ايه؟ خد يا واد يا كيم تعالى اعمل لنا عربيه. طبعا العربيات دي موجوده عند فورماتيك اللي في عباس العقاد. دي نسخه ثانيه منها برضو، نفس العربيتين دول. نسختين دخلوا، يعني هي كانت في نسخه دخلت من شهر ودول نسختين دخلوا. فانت عندك الحمد لله في مصر بقى في 3 نسخ من 700 نسخه في العالم، من 700 في العالم. عندنا ناس اغنياء في مصر والله يا جماعه، ما شاء الله يعني، مش بحسد. طيب العربيه دي بتنزل يا ابو الصحاب بموتور 425 كيلو وات، بيطلع 570 حصان، 650 نيوتن متر، وبتنزل بتتسرع من 0 ل 100 طبعا في حوالي 3 ثواني و9 من 10. وعندك هنا بص بقى، بص الدلع. شايف الشاشه قد ايه؟ شايف يا ابو الصحاب؟ متع نظرك يا ابو الصحاب، متع نظرك. اللون الجملي، الحاجات دي مش عارف. طبعا السوفت وير كله هارموني اس من هواوي وشاشات 4K. تعالى بقى ايه اوريك التقيل. تعالى اوريك التقيل اللي محدش لسه هيشوفه. طبعا دي بشرة صعبة لملاك البي واي دي سونج بلس او اي حد مقبل على شراء بي واي دي سونج بلس. احب اقول لك ان نزل منها او السونج بلس اتوقفت ونزل منها النسخة اللي انتوا هتشوفوها دي. اوبا، دي البديل مكان البي واي دي السونج بلس، وهي البي واي دي السي ليون 06. دي مكان السونج بلس الشامبيون. طبعا الشكل اتغير خالص لان توقف انتاج البي واي دي السونج بلس، ودلوقتي نزل لك ابو الصحاب السي ليون 06. طبعا كل حاجه مختلفه من جوه، بس عايز اوريكم بس انا عامل ايه جوه بس فيها. بصوا هنا، انت لسه بص اللي ورايا دي اهي ماكس، شاومي واي يو 7 ماكس. اخبط لايك عشان بوريك حاجه ما حدش صورها لك، بديل البي واي دي السونج بلس. المكان فين؟ معرض فورماتيك عباس العقاد. اخبط لايك بسرعه. بصوا انا حاطط هنا، حاطط حاجتي والتليفونات، مساحه تقريبا 64 لتر. دورت وبحثت ما لقيتش هنا اي بيانات فيها. تمام. دي يا جماعه مكان البي واي دي السونج بلس اللي هي الشامبيون. فالناس اللي عايزه تشتري سونج بلس هتشتري السونج بلس، هيبقى اخرها 25. لكن عندك بدايه الشكل الجديد او النسخه البديله وهي السي ليون 06 سوري انا اسف. طيب اديكم معلومات كده سريعه عن العربيه دي. بص العربيه بتقمر ازاي من ورا. ممكن يا باشا تدور لنا العربيه دي معلش؟ دوراني. بص يا جماعه شكل العربيه، شايفين الجمال؟ طبعا هنا بقى في زي الشبكه بتاعت السونج ال. طيب نصيحه برضو عشان الناس اللي هتعمل بروتكشن بعد كده لما تيجي تشتري العربيات دي، انت لو عملت بروتكشن هنا هتيجي تشيل البروتكشن هيشيل لك ده كله، مش هتبقى فيه، هتبقى كلها بيانو بلاك بس.
فده هيتشال، الجري ده هيتشال. فدي نصيحه للناس اللي هتعمل بروتكشن بعد كده في العربيات سواء سونج ال او بي واي دي سي ليون. اول ما تلاقي الحاجات دي لو جبت عليها بروتكشن هيبقى بيانو بلاك، الجري ده هيتمسح. فعشان ما تظلمش بتاع البروتكشن حطه على الكرسي يا باشا. بص يا ابو الصحاب، العربيه دي بقى ايه؟ العربيه دي اسمها، المنصه اللي مبنيه عليها اسمها اي بلاتفورم 3.03 او اسمها ايفو. دي البلاتفورم الجديده اللي مبنيه عليها العربيه البي واي دي السيليون 06. بتنزل بقوه موتور اقوى من السونج بلس 170 كيلو وات. بتنزل ببطاريه، صغروا البطاريه طبعا بقت 78.2 كيلو وات، بتمشي برده 605 زي البي واي دي. طب ده ليه؟ ده لان هنا بيقول لك معدل قطع الهواء في البي واي دي السيليون 0.2 فعشان كده هو خلى العربيه دي تمشي 605 مع قوه بطاريه اقل من البي واي دي السونج بلس. طيب شكلها حلو، شكلها حلو جدا، عربيه حلوه وعربيه كبيره، لكن في حبه حاجات بقى اضافت فيها دلع شويه. عندك هنا العربيه بتطلع 231 حصان وبتطلع عزم 330 نيوتن متر. طيب هنا في ايه؟ هنا هتلاقي الفتيس مش موجود، لان العربيه دي السمارت درايف كله الفتيس كله اتشال منها، بقى الفتيس فوق هنا عند الستيرنج، والستيرنج اتغيرت شويه، بقت شكلها مختلف خالص، بقت شبيهه للبي واي دي التانجل. البي واي دي السونج بلس الشامبيون ما كانش فيها هيد اب ديسبلاي، هنا في هيد اب ديسبلاي اتحط، وعندك الشاشه بقت 10.4 انش، وعندك هنا شاشه 15.6 انش. دي الشاشه المعتاده اللي بتنزل في عربيات بي واي دي كلها. طيب في معلومه هنا بقى برضو عايز اقولها لكم، في هنا ثلاجه اتضافت، تمام؟ وده الزرار بتاع الثلاجه، تقدر تجيب لحد درجه حراره 6 سوري 50، وتدوس هنا تعملها تبريد لحد درجه حراره 6 تحت الصفر. طيب في بقى حاجه معظم ملاك العربيات البي واي دي اللي هم فيها ثلاجات ما يعرفوهاش، في ايقونه هنا هتلاقي مكتوب عليها رسم الثلج، هتدوس عليها كده، وهنا هتدوس على السيتنج. في هنا اللي انت بتبقى عامل الديسبلاي باور اوف، هتدوس عليها تخلي هنا الثلاجه شغاله 12 ساعه. يعني انت لو هتسيب العربيه في مكان وهتسيبها وتمشي، فممكن بعد ما تبطل العربيه الثلاجه بتبطل، لكن هنا انت ممكن تسيب الثلاجه شغاله 12 ساعه حتى لو بطلت العربيه. عندك هنا شاحن وايرلس بقوه 50 واط، تحتيه مروحه، زرار الفليشر والاوتو بارك والدواره وكل حاجه. بص هنا الدوران العربيه، طبعا هنا عمل لك امبيانت لايت 3 دي. الخامات بقت كلها جلد في الكانتارا، تمام؟ هنا بقى في الكانتارا، وهنا كل ده جلد، وخامات الجلد طبعا والبيو من بيو دي جميله جدا. عندك ساوند سيستم من داينو اوديو، وعندك هنا الشيفت بادل بتاع الكنترول بتاع الكروز كنترول الاوتو بارك والحاجات دي كلها، بتاع سوري القياده الذاتيه. العربيه حلوه برضه، تعالوا اوريكم من ورا. طبعا كراسي تبريد وتسخين ومساج، وعندك هنا المساحه الخلفيه واسعه مش ضيقه، شايفين المساحه شكلها ايه؟ امبيانت لايت برضو في البيبان. عندك مخرجين تايب سي ويو اس بي ومخرج تكييف. طبعا العربيه عشان مبنيه على بلاتفورم اللي هي الايفو اللي بيقولوا عليها الجديده دي، مفيش طبعا نفق فتيس ولا في القديمه ولا في الجديده. شايفين الخامات؟ اللي عنده اي سؤال برضو يكتبه. العربيه انا حاسس ليا في واخده شبه من عربيات بنزين، يعني في قطعه الفانوس دي واخداها من الجينيسيس. طبعا لوجو بي واي دي، بصوا المنظر، الشنطه بتاعتها اهي، بتنزل بجنطه، هوريك الجنطه يا استاذ حازم. طبعا محطه بي واي دي والشحن المنزلي والدواسات الاصليه. الشنطه 537 لتر، زي اهو الجنطه يا باشا اهو، بتنزل بجنط 19 برضو زي النسخه اللي فاتت 235/50. السي ليون دي اللي هتبقى مكان العربيه البي واي دي السونج بلس الشامبيون، وده طبعا خبر هيبقى وحش جدا للناس اللي عندها سونج بلس شامبيون ومن التجار. انا عارف ان انا هتهاجم دلوقتي بعد اللايف ده، بس عادي يعني، انا مش انا اللي صانع العربيه، لان السونج بلس اتوقفت. وانا كنت قايل كده من بدري، كنت قايل كده من شهر 5 اللي فات، قلت يا جماعه في بديل للسونج بلس وهتنزل حاجه اسمها سي ليون 06، والناس ده كانت هاجمتني وانت ما بتقول اي كلام وبتقول اي مش عارف ايه. اهو يا جماعه الكلام اللي احنا بنقوله بتنفذ، اهو نزل مكانها السي ليون 06 وبقت مكان البي واي دي سترونج بلس. احنا لما بنقول لك معلومه اصل انا بسافر وبشوف بسافر وبعرف الاخبار من بره، فانا مش هحور عليك يعني، وانا في الاول وفي الاخر مش تاجر
يعني مش جاي اقول لك انا ببيع لك وبشتري لك، لا يا باشا، تبيع تشتري مع حاجه مش هتخصني ولا هتزيدني ولا هتنقصني. عايز تشتري اشتري لنفسك، مش عايز تشتري ما تشتريش. ايه رايك في شكل العربيه؟ في منها الجري السيلفر وفي منها الجري. طيب نخش بقى على حاجه تانية. الاول ايه رايكم؟ دي كده مفاجاتين. نخش بقى على مفاجاه تانية، وهي الشاومي الوايو 7 الماكس اللي هي ولعت من اسبوع في الصين. طيب ولعت ليه؟ ولعت لان عندك عملت حادثه، زي بعيد عن الناس كده اللي سامعين يا رب، العربيه اللي عملت حادثه العيون اللي هي مرسيدس من 3 ايام ولا 4 ايام، مع بنزين ولعت وصاحبها ما عرفش ينزل منها، ربنا يرحمه، ومات. فالموضوع مش كهرباء. نبطل العربيه دي ونخش بقى على ايه؟ على الشاومي. على بريق الشاومي. انا كنت مصور لكم برده من شهر العربيه دي الشاومي الماكس. بس انا هقول لكم على حاجه بس الاول صغيره. باشا ممكن نفتح العربيه دي؟ خلاص مفتوحه. بصوا يا جماعه، البيبان بتاعت العربيات البنزين بتاعتنا، سوري الكهرباء بتاعتنا، بيبقى فيه هنا زرار باور. الزرار الباور ده بتدوس عليه الباب بيفتح لك بره. حلو الكلام. طيب الباب ده عطل او الكهرباء دي عطلت، عندك هنا في حاجه اسمها ايمرجنسي بريك، ايمرجنسي دور اهو. شايف اللوك دي؟ هتعمل كده الباب هيفتح معاك. طب نخش نجربها مع نفسينا عشان بس الناس برضو. هو ظهرها لك باللون الاحمر، يعني هو عامل لك باللون الاحمر، اكتر من كده ايه ما تعرفش. اهو الباب ده عطل، الكهرباء عطلت، هنعمل كده اهو. الباب عمل ايه؟ خلاص مش هنعرف نفتحها اهو. اهو فتح الباب. اي عربيه كهرباء كده، يعني هو بيديك اوبشن اللي انت بيعمل لك بيبان كهرباء، مش عاجبك الكهرباء افتح من تحت اهو. طيب الشاومي الماكس دي اعلى فئه في الشاومي الوايو 7. بصوا بقى الصياعه هنا، الشاومي هنا عامله اختراع في الشاشه. هنا في قدامك هيد اب ديسبلاي، مش عارف بقى باين قدامكم ولا لا. باين يا جماعه الهيد اب ديسبلاي قدامكم ده مش هيد اب ديسبلاي، ده شاشه، مش شاشه، حاجه اسمها، افتكر لكم يا جماعه دلوقتي والله الواحد بقى ينسى كل حاجه والله العظيم. دي يا جماعه زي ما تقول كده ايه، بروجيكتور بيعكس على الازاز، اسمها هايبرد سكرين، انا اسف، اسمها هايبرد سكرين، بتعكس على الازاز. فانت شايف الهيد اب ديسبلاي في الازاز، لكن هنا مفيش هيد اب ديسبلاي، هو عاكس في الازاز اشعه بتعكس تروح مديك كأن قدامك شاشه متر و10 سنتي من اول التابلو لحد اخره. فالشاشه دي عرضها كله متر و10 سنتي، بس هي مش شاشه، هو السواد ده كله في الازاز، بس تيجي تمسحه كده مش ممسوح، يعني مش هتقرب منه برضه. شايفين المنظر؟ دي كلها شاشه بس هي مش شاشه، هي اسمها هايبرد سكرين. طب الشاومي الماكس عربيه حلوه جدا برضه، كبيره قويه وعائليه لو الناس بتفكر فيها. دي اللي اتحجز يا جماعه منها في اول 5 دقايق 300,000 عربيه لما شاومي فتحت الحجز عليها. بتنزل بقوه موتور 508 كيلو وات، بيطلع 690 حصان، بيطلع عزم 866 نيوتن متر، بتتسارع من 0 ل 100 في 3 ثواني و3 من 10 يا ابو الصحاب. متع نظرك يا ابو الصحاب. طولها 4 متر 99، العرض بتاعها متر 99 برضو، وارتفاعها من الارض متر 66 سم، مع قاعده عجلات حلوه 3 متر. وزن الاموره دي بقى امتى كام يا ابو الصحاب؟ وزنها 2 طن 405، وبتمشي كام فئه الماكس؟ بتمشي 760 كيلو في الشحنه الواحده، والنسخه اللي قبليها اللي هي اسمها الترا بتمشي 830 كيلو. لكن النسخه دي عشان النسخه الاول ويل درايف، والنسخه الاول درايف شاومي عامله فيها اختراع حلو جدا، مصنوعه من الفولاذ والالومنيوم للحمايه والقوه بتاعت لا قدر الله عملت حادثه، وعشان الايرودايناميك برضو. يعني الفولاذ والالومنيوم هم عاملاهم شاومي مصنعهم منها علشان لما بتيجي تقطع الهواء، في فيديو هنزله لكم في الكومنت بعد ما نخلص، بيختبروا الايرودايناميك وقطع الهواء في العربيه الشاومي. دخلوها غرفه هي وكذا عربيه، بيوريكم الهواء قطع ازاي وبيعدي الايرودايناميك ازاي بيعدي في العربيه. اعلى معدلات ايرودايناميك واخداها الشاومي الاس يو 7 والوايو 7 اللي معانا النهارده. فطبعا الموضوع هنا شقي جدا. بصوا هنا كل ده فتحات تهويه حقيقيه، هي فراري بالظبط، هي بالظبط الفراري. بتنزل ايه رايكم يا جماعه في الشاومي؟ سعرها برضو في سكه اللي هو ايه، اواخر الاتنينات، اللي هي الفئه الماكس، اواخر الاتنينات اول التلاتات. هعرف لكم برضو كل حاجه. بتنزل بجنود طبعا، بصوا كاوتش ميشلان بايلوت سبورت، وبتنزل بمقاس 21 275 40.
شايفين هنا في كليبر قد دماغي، وقدام بتنزل بكليبر بريمبو. مش معنى ان هي صناعه صيني فتلاقي الصينيين بخلانين. طبعا العربيه كلها اير سسبنشن، طنابير بريمبو يا جماعه، شايفين بريمبو. بريمبو دي بتنزل في العربيات الغاليه جدا. طبعا كل حاجه هتلاقيها من الكربون فايبر. عندك هنا المرايات كلها كربون فايبر. بصوا هنا الانوار، شايفين الانوار اللي جنب الرصاص دي؟ شغل فاخر. بصوا الكبوت بيفتح منين. شاومي بقى بتعمل حركه بتكتب لك الار بي ام والحاجات دي كلها. بصوا هنا عندك مساحه كبوت هنا 141 لتر. بص بقى هنا شاومي كبلك ايه؟ كبلك 22000 ار بي ام، 508 كيلو وات. انا بذاكر كويس والله. 866 نيوتن متر. ده الكبوت يا جماعه بتاع العربيه شاومي من قدام. شكل العربيه حلو جدا برده، مش وحش. بصوا بقى الكربون فايبر فين؟ الكربون فايبر هتلاقيه في العتبه هنا، وهتلاقي في الاستيرين كربون فايبر مع الكانتورا. الكراسي كلها تبريد تسخين مساج. عندك هنا سماعه في القايم في الكرسي مسند بتاع الراس. بتنزل طبعا بشاشه خلفيه. بصوا هنا برضو هنا في شاشه ورا 6.8 انش. الشنطه بتنزل، ثانيه افتح لكم الشنطه. شايفين الشنطه؟ شنطه 678 لتر، ولو نيمت ظهر الكنب 1657 لتر. فانت معاك الكنبه هنا بتنيمه كهرباء زي ما انتم شايفين كده اهو من الزرار ده. 1758 لتر. شكل العربيه طبعا هي البورسانجو بالظبط. شايفين الجمال؟ انا مش شايف لايكات وقلوب ولا بنحبك يا ابو الصحاب. بوريك حاجه لسه الناس هتيجي تنزل منها التجار. خلاص اول السنه، يعني اول السنه هتشوف السيليون 06 دي اهي. دي مكان السونج بلس. فرنجات كام؟ برضه فرنج اواخر المليون 700 اواخر مليون 850. هعرف لكم طبعا الاسعار دلوقتي. طيب نخش بقى على حاجه تانية عايز اوريها لكم برضه. دي البي ام دبليو الاي 5. خش عليها بص. دي الاي 5 اللي هي ال 500 بس كهرباء. دي اللي هي النسخه اللي معانا اسمها اي درايف. انا النهارده جاي عشان اصور لكم حاجه جديده ما صورتهاش قبل كده، يعني في مصر ما صورتهاش. تعالوا بقى بيهم. معلش يا مفتاح البي ام دبليو فين؟ مفتاح الاي 5 ده يا جماعه. الاي 5 هي بالظبط ال 500 الجديده البنزين. تسلم يا باشا. نفس الشكل بالظبط. العربيه دي في منها 3 نسخ، بتنزل ب3 نسخ. نسخه اسمها اي درايف 40 ال، ونسخه ثانيه اسمها اكس درايف. بص الجمال. والنسخه الثانيه اسمها اكس درايف 40، والنسخه الثالثه ام 60 اكس درايف. دي بتنزل دفع كلي. اول فئه بتطلع 335 حصان، ثاني فئه بتطلع 389 حصان، رابع فئه الام 60 بتطلع 593 حصان. بتسارع طبعا من 0 ل 100 في 3 ثواني. التليفون كان هيقع. 8/10. بتنزل ببطاريه 81.2 كيلو وات، بتمشيك 506 كيلو. عندك شاشه بقى، وعندك هنا قاعده. بصوا هنا برضو عشان برضو مبنيه على بلاتفورم عربيه بنزين، فهتلاقي نفق الفتيس موجود. هم الالمان كده فاشلين يا ابو الصحاب، فاشلين. شيل موتور بنزين، حط موتور كهرباء، حط بطاريه، ولا ايرو دايناميك ولا عك. اتفرج على ده، اتفرج. بس هو انت الناس عايزه تركب بنزين عشان يقول لك مثلا ايه، قطع غير نفس البنزين بتاعتها. فدي ال 500 الجديده نفس المفتاح الجديد كل حاجه. عندك شاشات 15.6 انش، وشاشه 15.4 انش. وعندك هنا الفتيس، وعندك الشاحن وايرلس. طبعا كراسي كلها جلد وهارمون كاردون ساوند سيستم. سماعات بنفس الامبيانت لايت 3 دي الانوار الموجوده. طبعا انا موهوم بصراحه. معتز الناس ازيك يا زوزو؟ عامل ايه؟ محمد عامل ايه؟ معتز فين؟ بصوا يا جماعه شايفين الجمال؟ فتحه الباب برضو دي حلوه قوي بتاعتها. معتز الاسعار يا ابو الصحاب. ده يا جماعه منظرها من ورا. الناس تسال على الاسعار والعنوان والحاجات دي كلها. فانت نبتدي بايه؟ نمسك المايك اللي قدام مني. حط المايك ده كده هنا. خش يا ابو الصحاب. الناس تسال على السيليون 06 ادينا اسعار بقى، يعني اعمل واجب. بص احنا مش هنقول اسعار هنا. تمام. احنا نعمل واجب مع اي حد هيجي من طرفك. انت عارف كده كده ان اي حد جاي يخرج مرضي من المعرض.
مفيش حد بيجي لنا غير لما بيخرج من الشركه. فهي العربيات دي كلها موجوده عشان في حرق اسعار بره، وفي ناس بتقول ان العربيات عندهم بسعر اقل من كده بكتير والعربيات ما بتكونش عندهم. تمام. فاحنا مش عايزين نحرق السوق ونبهدل الدنيا، لو في ناس كتير اتضحك عليها اخر فتره، فمش عايزين نضر الناس يعني. تمام. بس العربيات موجوده وباحسن سعر في مصر، وده وعد دي مننا. انا واثق فيها، كنت صورت عندهم يا جماعه البي واي دي الالترا اللي هي اليوبارد 3. تعالوا عندهم، وعندهم كمان اي كيو اي. انا دي هعمل لك فيها واجب دي الالترا بكام؟ طب دي ما تعمل واجب وتقول السعر دلوقتي في الالترا. انت اخر مره كنت صورتها بكام؟ مليون اقل سعر مليون 630. مليون 625 انا الاجل. احب التسخين ده بقى. مليون 625 مليون 625 فئه الالترا اللي هي ومفيش 490 اسود في مصر. صون. ماشي مظبوط. واسود. واسود. وعندهم اي كيو اي برضو. دي 25 فيس ليفت. 25 فيس ليفت. بكام بقى؟ فيلهس. دي شغاله 2200، هنحسبها 250. 200. 250 هنظبطها انا والزبون. ودي الافاتار ال 12 ماكس. اه بس بعد دي خلاص، بعد دي الواحد مش هينفع يبص على حاجه ثانيه يا معتز. مش هنعرف بقى اسعار خلاص دي. طب العنوان فين بقى عشان الناس بتقول العنوان فين؟ 53 شارع عباس العقاد، معرض تمام. فورماتيك. استاذ محمد، انت باشا عايز تعرف تفاصيل ايه في البي ام دلوقتي الاي 5؟ دي الاي 5 هي نسخه بنزين بالظبط. عايز صور ماركه، عايزين نصور الهامر صح؟ تعالى فوق. طب تعالوا بقى اوريكم بقى ايه بالمره الواي فاي اوريكم هيبقى الهامر الاي في لسه برضه مدخن. بص يا صاحبي، بص يا صاحبي، شايف دي تطلع معايا الشقه، دي تطلع معايا الشقه والله. تعالوا يا جماعه بص برضه اوريكم برضه حاجه. عايز اوريكم لسه ما شاء الله برضه جايب الهامر الاي في بالمره. اوريكم مكان المعرض فين عشان خلينا برضو السايبر تراك. السايبر تراك عندك فوق؟ وداخله كمان يومين باذن الله. السايبر تراك ليه صندوق زباله يا صاحبي. النت ممكن يقطع هنا. النت ممكن يقطع هنا؟ انت وحظك بقى. المعرض يا جماعه في عباس العقاد اهو بالمره يعني. باشا عامل ايه؟ اخبارك انت تمام؟ الحمد لله يا باشا تمام. عندنا جزء خلص اللايف بس. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. يوسف بسم الله يلا يا باشا. بسم الله ما شاء الله. انا مصور لكم نفس العربيه دي من 21. كنت مصور لكم في دبي، كنا بفضل ربنا اول ناس في الشرق الاوسط صورناها. فانت بتتكلم هنا هامر. هتلاقي الفيديو بتاعها موجود عندي، كل حاجه متصوره. دي اللي هي زي ما انتوا زي ما انتوا دي الاي في موجود من عندنا كميه في مصر برضه. زمان بره عايز. متابعين ما مضطر بقى عشان الناس شافت اللايف. طب عايزين نصور العماره والمكان بتاعنا. بصوا يا جماعه المكان بتاعهم اهو. حبيبي يا باشا عامل ايه؟ تمام؟ الحمد لله تمام. اخلص اللايف اكون معاكم حاجه. العنوان بتاعهم يا جماعه بنك السي اي بي اهو في عباس العقاد، معرض فورماتيك. هنعمل اعلان لاديداس مش مشكله. الفورماتيك اهو. بس هسيب لكم ارقام التواصل.